الإنترنت مليان مواقع غريبة وعجيبة، لكن من وقت للتاني تلاقي موقع يبان مختلف عن الباقي كده بطريقة غريبة. في الأيام الأولى للإنترنت اكتشاف موقع غامض كان حاجة مثيرة جدا، لأن الناس ما كانتش متعودة على الغرابة الرقمية زي دلوقتي، وما كانش فيه أي سباقات لغموض إلكتروني حقيقي. دلوقتي أي حد يتصفح النت ممكن يلاقي أغرب المواقع ويستمتع بيها للتسلية، لكن مواقع زي مورتس دوت كوم مش مجرد تسلية، ده عالم مليان أسرار وشائعات. من أول ما ظهر الموقع والناس كلها بتحاول تفهم هو إيه بالظبط، وكل حد عنده قصة أو تكهنات عنه. التفاصيل حوالين الموقع غريبة جدا، وكل معلومة عنه بتفتح أسئلة جديدة بدل ما تقربنا من الحقيقة. النهاردة هنحاول نغوص شوية في كل الشائعات ونشوف حقيقة مورتس دوت كوم، ونجرب نفهم ليه الناس كلها اتشبتت بيه لحد دلوقتي. خلينا نبدأ بقصة صغيرة من ريدت اللي بتدينا لمحة سريعة عن الموضوع قبل ما نغوص في تفاصيل اللغز. المنشور ده مش أول مرة حد يتكلم عن مورتس دوت كوم، لكن اللي فيه مهم جدا لأنه بيجمع معلومات كويسة كنقطة انطلاق. الكاتب بيحكي: قبل شوية وأنا بدور على موقع ليك سيتي كوايت بيلز، صادفت لغز غريب بنفس القدر متعلق بموقع اسمه مورتس دوت كوم. الموقع ده كان متنشط من سنة 1997 لكن اتقفل بعد كده. لما دخلت عليه الصفحة كانت بس فيها شاشة تسجيل دخول وكلمة مرور، واللي خبراء الإنترنت قالوا إن اختراقها صعب جدا. بعض الناس حاولوا يستخدموا تطبيقات القوة البشعة عشان يدخلوا، لكن النتيجة كانت ضئيلة جدا أو معدومة. الموضوع كله غموض، وده اللي خلى الموقع يتحول لأسطورة صغيرة عن النت. مجرد محاولة الدخول على الموقع كانت بمثابة تحدي لكل مغامر رقمي. لغز مورتس دوت كوم بدأ يكبر ويزداد غموضه لما بدأ الناس يبحثوا أكتر عن الموقع. ظهرت روابط غريبة ومشبوهة، والموقع اتشاف مرتبط بحاجات غير متوقعة: مكتب طبيب أسنان، محامي، وشركة أمن عالية التقنية. اكتشفوا كمان ملفات يوزنت مربوطة بالموقع، كلها محمية بكلمات مرور وعناوينها غريبة وغامضة. بعض الملفات كانت ضخمة جدا، أكبرها حوالي 39 جيجا بايت، وده خلى كل حد يحاول يفهم إيه اللي الموقع ممكن يخبيه. كل الإشارات للموقع اختفت تقريبا من الانترنت، حتى صفحة ويكي والمعلومات عن الموقع قليلة جدا. الموقع كان مملوك لشخص غامض اسمه توماس لينج، لكن الأغلب اعتقدوا ان الاسم مجرد مستعار، لأن أي محاولة لجمع معلومات عنه كانت صعبة جدا، ما عدا انه كان فنان في وقت ما. الغموض حوالين الروابط والملفات خلى الموقع يتحول لأسطورة حقيقية على الانترنت. لغز مورتس دوت كوم موقفش عند الموقع نفسه، لأنه ارتبط بأكتر من 20 موقع غامض تاني بنفس المستوى من الغرابة. واحد منهم كان مجرد صفحة فيها قطعة شطرنج بيضة على خلفية سوداء ومفيش أي شيء تاني. في وقت من الأوقات قيل إن توماس لينج قال إن الموقع كان بس لصور حفلة زفافه، بس الكلام ده ما خففش من فضول الناس، بالعكس خلاهم يشتغلوا أكتر على اختراق صفحة التسجيل واكتشاف الحقيقة. الناس كمان لقيوا روابط غريبة تانية زي ارتباط الموقع بقطع أراضي مستودعات فارغة، وأغلب الأشخاص المرتبطين بالموقع كانوا متوفين بالفعل. كل ده زود التكهنات إن الموقع ممكن يكون واجهة لشيء غامض أو حتى شرير. من كل الروايات الموقع كان محمي بشكل ممتاز وصعب جدا على أي حد اختراقه، وده خلى مورتس دوت كوم يتحول لأسطورة رقمية حقيقية محدش قدر يفك غموضها. المنشور بيحتوي كمان على شهادات من ناس كانوا موجودين وقتها على فورتشان، وكل شهادة بتضيف طبقة جديدة من الغموض. واحدة من الشهادات قالت إنها كانت بتتصفح لوحة الظواهر الغريبة بشكل منتظم، وذات ليلة حد سأل عن أي تحديثات لموقع اسمه مورتس. لما زار الموقع شاف خلفية سودة وكلمة مورتس مكتوبة بحروف بيضة صغيرة ومفيش أي شيء تاني. الناس حاولوا لأسابيع الدخول واكتشفوا أن الموقع مملوك للسيد لينج اللي عنده مواقع غريبة تانية وكان بيخزن تيرابايتات من المعلومات هناك. بعض الشهادات ذكرت ان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تدخل، وبعدها اختفت كل المواقع. شهادة تانية من مستخدم على ARC نفت تدخل FBI وقالت ان المالك تواصل معهم بنفسه وادعى ان الموقع بيحتوي على صور عائلية، لكن سلوكه كان مريب وغامض مما زاد من اللغز وجعل الحقيقة صعبة الوصول ليها. لو حبينا نوصل لمعلومات مؤكدة عن مورتس دوت كوم كان لازم نغوص في السجلات العامة، خصوصا ريفرس DNS للاسم توماس لينج.
البحث أزرع حوالي 25 نطاق مسجل تحت الاسم ده، أولهم كان mortis.com نفسه. متابعة كل النطاقات اللي اتسجلت بنفس المسجل Pair Networks، وفي نفس الفترة الزمنية كشفت قائمة غريبة مليانة مواقع مختلفة: Cthulhu.net, dentalfillings.com, eternalnight.com, exercito.com, jeffreylink.org, joshualink.org, karenlink.com, linksboro.com, thomaslinkdds.com. لما حللنا بعض المواقع لقينا تفاصيل عن العيلة. مثلا exercito.com كان ملف تعريفي لفنانة خياطة لحف اسمها كارين لينج مع ذكر أطفالها جوشوا وجيفري، وده يفسر ليه بعض النطاقات بأسمائهم موجودة. موقع dentalfeelings.com كان نشاط حقيقي لتوظيف مساعدين أسنان ومسجل رسميا في كاليفورنيا باسم توماس لينج، مما ينفي فكرة إنه مجرد واجهة وهمية. كمان موقع thomaslinkdds.com ينتمي لطبيب أسنان حقيقي في سان فرانسيسكو، وده على الأغلب نفس الشخص. كل النطاقات التانية مرتبطة بالاسم نفسه بطريقة غامضة، وده خلى الباحثين يحاولوا يربطوا بين النشاطات العائلية والمواقع الغريبة، ويزيد من غموض mortis.com، خصوصاً لما تشوف كمية المعلومات المخزنة والروابط بين المواقع، واللي بتدي إحساس إن الموضوع أكبر من مجرد موقع غامض واحد. لو بصينا للأدلة المتوفرة، النظرية الأكثر منطقية هي إن mortis.com كان موقع خاص لتخزين ومشاركة الوسائط الرقمية زي أفلام ومسلسلات بين دايرة معارف أو أفراد العيلة. دليل على ده هو العثور على إشارات في أرشيفات يوزنت تشير إلى أن البريد الإلكتروني المرتبط بالموقع mortis@mortis.com كان بيستخدم لتنزيل ملفات ضخمة بعضها يصل إلى 25 جيجا بايت من مجموعات أخبار زي all.binaries.hdtv. أسماء الملفات كانت عشوائية، لكن محتواها متوافق مع إصدارات أفلام حديثة وقتها زي فيلم درايف أنجري اللي اتصدر سنة 2011. في فترة ما قبل انتشار التورنت والبث الواسع، كان هذا الأسلوب وسيلة لمجموعة خاصة لتبادل محتوى الفيديو المقرصن. حجم التخزين الهائل والحماية القوية للموقع بتدعم النظرية دي، وكذلك اسم مورتس اللي معناه الموت باللاتيني، ربما كإشارة إلى قتل الأفلام التجارية أو مشاركة المحتوى بشكل سري. من المحتمل أن الموقع اتقفل بعد كده بسبب الضجة أو المخاوف القانونية. النظرية دي تفسر كتير من الغموض وتحط حد للتكهنات المبالغ فيها حول الموقع، وتقدم تفسير منطقي لهذا اللغز الرقمي الطويل. وهذه كانت قصة mortis.com، الموقع الغامض اللي مليان أسرار وروابط غريبة وحكايات مش مفهومة. دلوقتي دورك انت، تحبوا نتكلم عن أي لغز إنترنتي في الفيديو الجاي، أو تحبوا نستكشف موقع غامض جديد؟ اكتبوا اقتراحاتكم في التعليقات، وكل فكرة هتخلي الفيديو الجاي أغرب وأمتع. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد من قصص الغموض والأسرار الإلكترونية. دعمكم بيخلينا نجيب لكم حكايات أغرب وأقوى كل مرة. شاركنا رأيك، احنا مستنيين اقتراحاتكم للغز الجاي.